البيتبول مش كلب مفترس ولا وحش بطبيعته، ده قبل اي كلام. اللي حصل في الفيديو المشهور في خناقه البيتبول والجولدن ده نتيجه بلاوي كتير: سوء تربيه، عدم وعي، ناس بتتكلم في تدريب الكلاب وهي ما بتفهمش فيه اي حاجه، تشريس، وكلب اللي بياكل النار وكلب اللي بياكل الحديد. وكل اللي الناس عملته في الفيديو ده مع كامل الاحترام لحسن النيه بتاعتهم خلى الموضوع اسوأ وخلى العضه ما تفكش ابدا. خناقات الكلاب ليها 4 مستويات. اول 3 مستويات اللي الكلاب فيها بتزمجر على بعضها، كلب يحاول يعض ويرجع، او حتى كلب يعض عضه خفيفه ويرجع تاني. ال3 مستويات دول ما بيتفكوا بسهوله، بنفصل الكلبين وبنبعدهم عن بعض والموضوع بيعدي. رابع نوع وهو اخطر نوع اللي احنا شفناه في الفيديو ده واللي بنسميه البايت اند لوك. نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا، وهي ان الكلب في الحاله دي بيكون في حاله اسمها الريد زون. حاله الريد زون الكلب غير واعي على الاطلاق، مش سامع حد، مش شايف حد، هو مركز في العضه اللي بيعضها وبس. لا صويت ولا صريخ ولا زعيق ولا ضرب ولا اي حاجه هتعمل اي حاجه للكلب ده غير ان العضه هتزيد اكتر. محاولات شد الكلبين من بعض او شد الكلب البيتبول لوحده كل دي بتخليه يمسك اكتر. العضات اللي من النوع ده بتتفك ب3 طرق، طريقتين هقولهم في الفيديو وطريقه للاسف مش هعرف اقولها في الفيديو. اول طريقه هي استخدام البريك ستيك. دي بتكون عصايه مخصصه للحالات اللي زي دي، بتكون عصايه من البلاستيك القوي جدا او المطاط القوي جدا، ما بيكونش فيها اي بروز او اي حاجه تعور بق الكلب. بتتحط في الفك بتاع الكلب من ورا وتتلف لفه بسيطه لحد ما الفك يفتح. لو مش موجودة العصاية المخصصة دي بنستخدم أي عصاية ليها نفس المواصفات. نخلي بالنا من حاجة مهمة، احنا بنحاول نفك العضة بأقل خسائر للكلبين. أنا ما بتكلمش دلوقتي عن عضة البني آدم، أنا بتكلم على كلبين ماسكين في بعض، فبالتالي مش هينفع أن أنا استخدم حتة حديدة أو استخدم حتة خشب لأن أنا ممكن أسبب عاهة مستديمة للكلب. تاني طريقة وهي طريقة الخنق المؤقت. بنستخدم الليش أو بنستخدم حزام وبنخنق الكلب خنق بسيط مؤقت ونرفعه لفوق شوية، نفضل رافعين. اللي احنا بنحاول نعمله هنا ان احنا بنحاول نسد مسار الهواء عن الكلب، فطبيعي هيحاول يفتح بقه فتحه لا اراديه علشان يتنفس. مجرد ما بيعمل كده هو فك خلاص من الكلب التاني، او في احيان تانية ممكن يغمى عليه اغماء بسيطه وهيفك برضه. نحاول ان احنا ما نستخدمش الكولر اللي حوالين رقبه الكلب ونحاول ان احنا نلفه كده، لان ممكن لو الكلب واعي شويه ممكن ان هو يلف على ايدك انت ويعض. وهنتكلم الفترات الجايه عن كل انواع الكلاب والمفاهيم الغلط اللي عليها. ولحد ما نتكلم في الكلام ده يا ريت الناس تبطل هبد، تبطل تشريس، ويا ريت تبطل كلام يودي في 60 داهية.